ايوه في رقبتنا. عشان كده ربنا يخلص مني في ضنايا في رجب. رجب رجب. انت اللي قتلت سعيد. انت سامحني يا اخويا، انا اذيتك كتير، بس اقف جنبي. حياة النبي تقف جنبي، وحياة رسول الله تقف جنبي، النبي تقف جنبي يا اخويا. انا هقف جنبك، ده انت اخويا حبيبي. الواد هيرجع، هيرجع، بس ده عهدني، عهدني عهد الله، عهدني عهد الله. لازم تسلم نفسك، انت مش هتقدر تعيش اللي انا عشته، مش هتقدر تعيش اللي انا عشته. عهد الله سلم نفسك عشان خاطر انا اخوك حبيبك. رجب ارجع فرشته يا اخويا، وانا من ايدك دي رجلي. هيرجع محروس، هيرجع. اقف جنبي يا ابو، اقف جنبي يا اخويا. ترى يا بنت، والله شكلك اتخرطت في البيت ده زي ما تكوني مولوده فيه. انت بتقولي اتخرطتش عشان شايفني بخرط الملوخيه يعني؟ ماشي يا عم. مش فاهم ابن الكلب ده كل شويه ياجل الجواز ليه؟ المظاهرات كانت دماغه خلاص يا عم. معلش يا بنت، ما هو برضه من القرف اللي شايفنا عايشين فيه. والنبي يا عم ما تخلوش ينزل النهارده التحرير، لحسن ديك النهار لما نزل انا كنت خايفه عليه قوي. السلام عليكم. يا وليه، سلام. ايه ده؟ ساعة عشان تجيبي لي شوية طماطم؟ يا اخويا كنت هزيت طولك ورحت انت، هو في خضار في السوق؟ ده انا دخت على شويه طماطم. انا قربت اخلص الملوخيه اهو يا ماما. طب يلا يلا معايا عشان يلحق علي ياكل قبل ما ينزل. يلا. لا مش هلحق اكل، ليه؟ في الشارع. ها؟ تعالى يا علي. ايه يابا في ايه؟ وبعدين يا واد بقى، مش هتبطل بقى المشاوير بتاع التحرير رايح جاي وزهرات وعملته وزعيق وزعقته، وبقى الراجل قال خلاص انا ماشي، عايزين ايه تاني؟ سيبك يابا من الكلام ده وتقوم تيجي معايا. لاقيني يا ابن الكلب. اجي معاك، انا عايز تموت شهيد في حضن ابوك صح؟ الشهيد الذي مات في حضن ابيه، عارف انا الحركات دي. بقول لك ايه يا علي؟ ها؟ انت لو حصل لك اي حاجه يا ابني مش هعرف ازاي اعيش انا وامك بعدك. ما تخافش يابا، ما تخافش عليا. خاف من ايه بس يا ابني؟ معاك حق برضه، 30 سنه بوظان اللي حركوا جبل. الله، طب ما انت زي الفل اهو يابا، امال ليه ميعادك في البيت؟ ما تنزلش معانا. بص يابا، مفيش تغيير بالسهل. انت يابا لما غيرت حمام الشقه مش البيت كله كان مدهول؟ مدهول؟ ايه اللي مدهول؟ انا ما كنتش طايق ادخل البيت من الريحه والمكان، والله. ما بالك بقى ببوظان بلد 30 سنه، شوف بقى ينضف في قد ايه. يا علي بس احنا ناس ومن ايدنا لبقنا، رزق يوم بيوم، يعني لو الرزق ما جاش هنعيش ازاي؟ يابا انت مش طول عمرك بتقولي مفيش حد بينام من غير عشاء؟ خلاص يابا، نستحمل يوم شهر سنه لحد ما الدنيا تتظبط يابا. شفت بقى ده علي، جيلنا تعب قد ايه وعمل قد ايه عشان يوصلك الحل اللي انت فيها دي. بس جيلكوا ظلم جيلنا يابا. ظلموا في ايه؟ بعد ما كسبتوا في حرب 73 قعدتوا تغنوا وترقصوا والاغاني الوطنيه ونسيتوا تبنوا البلد يابا لجيلنا. 40 سنه يابا انت وجيلك قاعدين وساكتين ولا بتقولوا اي حاجه.
تتظلموا وتسكتوا، تطحنوا وتسكتوا، تطردوا من اشغالكم وبرضه تسكتوا. ويوم ما جانا يابا واللي زيي نبقى عايزين نصرخ ونقول لهم لا احنا عايشين وحش، يبقى انتوا اول ناس يابا تحطوا ايديكم على بقنا. لا لا يعني لا، مش هسكت يابا. وانا مش عايزك تسكت ولا احط ايدي على بقك خالص. عايزك تطلع وبعلو صوتك تقول يسقط كل فساد، يسقط الظلم، يسقط كل حاجه نفسك فيها، بس وحياة ابوك يا علي عشان خاطر خلي بالك من نفسك. حاضر، متخافش عليا. يلا. برضه سبته يروح؟ الواد ابن محروس اتخطف يا عيد. طب حاسب بقى على عيال بنتك يا معلم. ربنا يستر بقى، انا هقول لمنيره ما تنزلهمش لوحدهم ابدا، ده محروس هيتجنن. السلام عليكم. سلام سلام ورحمه الله وبركاته. ابراهيم موجود يا باشا؟ لا مش موجود والله، ما تكلمه في الموبايل. مقفول والله العظيم مقفول، وانا عاوزه جدا. وهو مش موجود جدا جدا. وبعدين ايه اللي انت شايله ده؟ ده علم مصر، اصل انا عندي مظاهره. مظاهرة ايه يا ابني؟ ده علم الزمالك. يا لهوي، اصل العلمين جنب بعض في البلكونه. تلاقيني خدت العلم ده غلط، معلش. لا الله يكون في عونك، روح غير العلم بقى وغير الصنف بالمره. احنا في مصيبه يا عيد، العيال مش عارفه رايحه فين. هنا يا ريس، تسلم. ايه العربيه دي؟ الله، ده الاستاذ ابراهيم يا معلم. وصل يا سيدي وبيركب عربيات دلوقتي. ازيك يا حماية؟ اهلا ابراهيم، ازيك؟ ايه الاخبار، عامل ايه؟ كله تمام. طيب حس كده بقى، انا عايز اصور الورق ده 600 نسخه. 600 نسخه؟ ليه كل ده؟ ده حاجه كده خاصه بالائتلاف بتاعنا. خاصه ولا عامه؟ مين هيدفع ثمن الكلام ده؟ الراجل اللي معاك في العربيه؟ يا معلم دي خدمه منك ليا، وبعدين ما تحرجنيش بقى مع الراجل. يا ابني انا فاتحها صدقه. ليه بس كده يا معلم؟ الله، احنا محتاجين برضو حد يشجعنا ويقف جنبنا. احنا برضو اللي نقف جنبكم ولا انتوا اللي تقفوا جنبنا؟ شوف يا ابراهيم، انا هجيبها لك من الاخر. انا راجل بتاع مصلحتي، تجدني حيث تجد القرش، واخد بالك؟ الائتلاف بتاعك ده بقى هيفيدني بايه؟ قول لي يا ابراهيم، اقنعني يمكن اقتنع.